أما الحلو بتاعنا النهاردة فحقق المعادلة الصعبة. نفسنا ناكل جاتوه ومكسلين نشغل الفرن وخايفين نعمل كيك وما يظبطش معانا. هنعمل من البان كيك أحلى قطعة جاتوه ومن غير فرن وبخطوات منتهى السهولة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب طبق غويط نضيف فيه بيضاية بدرجة حرارة المطبخ، عليها شوية من الفانيليا ونص كوباية من سكر الحبيبات، وبالمضرب السلك اليدوي قلبتهم مع بعض كويس لحد ما بدأ لونهم يفتح شوية. هضيف عليهم بعدين نص كوباية من اللبن الحليب، ويكون برضو بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش ساقع ولا سخن، يكون بدرجة حرارة المطبخ. وعليهم ربع كوباية بس من الزيت. هميكس المكونات دي مع بعض كويس جدا، وهضيف عليهم كوباية من الدقيق. استخدمي دقيق الكيك او دقيق جميع الاستعمالات زي ما انا بستعمله، وعليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. هتعايري المقادير بالكوب المعياري، تمام. ما عندكيش الاكواب المعياريه عايريها بمج الشاي اللي في المطبخ، ووحدي المقادير بنفس الكوبايه. هضيف عليهم بعد كده معلقه كبيره هرميه من الكاكاو الخام الغير محلى. لو عندكم كاكاو محلى ضيفوه مفيش مشكله، بس زودوا شويه عشان يديكوا الدرجه الحلوه للكيك اللي بالشوكولاته. يعني هتحتاجوا معلقتين من الكاكاو المحلى ورشه من الملح، وهقلب كل المكونات كده كويس. وخليط البانكيك ما بيكونش تقيل زي خليط الكيكه، بيكون خفيف شويه. لو حسيتي ان هو تقيل معاكي شويه ممكن تزودي معلقتين 3 من اللبن الحليب او الميه، مفيش اي مشكله خالص. اسهل طريقه بشكل بيها البانكيك هي ازازه الميه اللي بعبي فيها الخليط بالقمع زي ما حضراتكم شايفين، والغطا بتاعها بعمل فيه فتحه صغيره كده باي حاجه بسخنها، وبعمل فيه فتحه صغيره عشان يبقى سهل عليا ان انا اشكل البانكيك في الطاسه بسرعه. جبت الطاسه بتاعتي ومسحت عليها بالمنديل كده بالزيت، المنديل يكون فيه نقطه زيت، مسحت عليها كده بالزيت، دي اول مره بس، ما بمسحش تاني بالزيت. وبدات ان انا احط شويه من البانكيك، وخلي بالكم معايا كويس جدا في الخطوه بتاعه التسويه ان هي اهم حاجه. هعمل البانكيك حجم القطيفايه الكبيره، بحط شويه، يعني الطاسه بتاعتي اخدت 2 عشان اسويهم كويس، بحط 2. اول ما يبدا ياخد فقاقيع بالشكل ده وهو عجين لسه، ما تستنيش لما الفقاقيع دي تنشف. اول ما يبدا يعمل فقاقيع بالشكل ده بتقلبيه على طول على الجنب التاني. واول ما بتقلبيه على الجنب التاني 10 ثواني، عد لغايه 10 وشليه. ما بيطولش ليه؟ علشان لما نيجي نحشيه ما يتكسرش مننا. بصوا، اول ما يبدا يعمل فقاقيع بقلبه على طول وهو عجين. بتخلصي كل الكميه على طول، ما بتاخدش وقت، ووقت التسويه بسيط جدا، ما تطولوش عليه على النار عشان لو استوى زياده عن اللزوم هيتكسر كله. هنبدا بقى نرصه، ودي الكميه اللي طلعت من كوبايه من الدقيق، ونغطيه بفوطه علشان ما ينشفش مننا. ونجهز الكريمه. انا معايا نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام الغير محلى، عليهم 3 معالق كبار من السكر، وكوبايه من الميه اللي فيها قطعه تلج، وبضربهم كويس جدا لحد ما يتضاعف حجمها وتبقى قوامها تقيل. بالنسبه للكريم شانتيه ممكن تستخدموا كريم شانتيه اظرف محلاه، بس ما تضيفولوش بقى سكر، ممكن هتحتاجوا ظرفين. انا كمان نص كوبايه تفضل منها، يعني ممكن كمان لو عندكم كريم شانتيه خام استخدموا ربع كوبايه، هتعمل معاكم الوصفه وزياده كمان. حطيته في كيس حلواني اللي هو اللي استخدمه مره واحده، وبدات اجيب البانكيك اللي عملناه، وزي ما حضراتكم شايفين بتنيه بكل سهوله، ما بيتكسرش مني، وبحشي فيه كريم شانتيه شويه كده، بقفله كده زي القطايفايه بس طبعا مش للاخر، وبحشيه بالكريم شانتيه وبسويه كده باي ظهر معلقه. والتسويه هي اللي هتنجح معاكم البانكيك. انا عملت الوصفه دي قبل كده من غير تصوير، علشان انا قبل ما بنزل لكم اي وصفه لازم اجربها الاول واشوف ايه اخطائها وايه اللي ممكن يخليها تفشل مني. اللي خلاها فشلت وكل البانكيك اللي عملته اتكسر كله لما جيت اتنيه واحشيه، اتكسر كله من ظهره وعمل وشرخ بسبب ان انا طولت عليه في التسويه. فخلي بالكم التسويه ما تاخدش اي وقت، اول ما تلاقيه ياخد بابلز كده وفقاقيع وهو عجين، مش زي القطايف تسيبيه لما يستوي، لا، اول ما تلاقيه ياخد بابلز كده وعجين اقلبيه على الجنب التاني 10 ثواني وشيليه على طول. هتعملي ان شاء الله احلى بانكيك مظبوط جدا. بعد ما حشيته بالكريمه بشرت شوكولاته بالحليب، وبدات ان انا اغطسها كده في الشوكولاته المبشوره. ممكن كمان لو مش عندكم شوكولاته مبشوره ممكن تعملوها بجوز الهند، وممكن تعملوها بمكسرات لو تحبوا. هتعملوا وصفه حلوه جدا وسهله وبسيطه، بس اهم حاجه زي ما قلت لكم خلي بالكم من التسويه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، المره دي بقى ما تكسرش مني ولا واحده، لان ما طولتش عليه على النار. وزينته بشويه من جناش الشوكولاته على الوش كده، وطبعا التزيين ده بتاعك اختياري. وعايزه اقول لكم طعمه حلو جدا وشكله حلو، فعلا كانك بتاكلي قطعه جاتوه سهله وبسيطه وما بياخدش اي وقت، وان شاء الله تجربوه وينجح معاكم من اول مره. وكمان بيفرح الولاد جدا، وكمان لو جالك ضيوف شكله مشرف، ولو عندك عيد ميلاد حطيه جنب التورته هيبقى شكله مبهج جدا. ودي كوبايه واحده بس من الدقيق عملت معانا الكميه دي. طبعا لما تنجح معاكي من اول مره وتعرفي خطواتها المظبوطه في التسويه ضعف الكميه لانه هيخلص بسرعه.
لو شفت الوصفة بتاعتي لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي، ناخد أجر أنا وإنتي، وأشوفك إن شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.